عملنا بالطريقه دي هنتفادى مرحله الصدام اللي بتحصل ما بين الاهل والولاد في سن التمرد، هنهديها شويه. ولكن النقطه الاساسيه ان احنا كاهالي نفهم ان ابننا كبر، ونحاول نتفهم ونتواصل. زي ما بنقول كده ان كبر ابنك خويه، فاحنا محتاجين نصاحبه شويه وندرك ان هو عنده عقل وعنده استقلاليه. كل ما هنحاول نكسر في رايه ونكسر في عنده ونكسر فيه كشخص، يا اما هيتكسر خالص وهيبقى بعد كده شخص يعني سلبي، وممكن اي حد يعني ينقاد ورا اي حد ويبقى ملوش راي، يا اما انه يفقد ثقته في نفسه تماما، يا اما انه هو هيبقى العند زياده جدا وياخد الناحيه الثانيه، فيبقى لا طب انا حر بقى والقواعد كلها هكسرها وهعمل اللي انا عايزه ومحدش ليه كلمه عليا. طب ايه اهم المشاكل اللي توقف عندها المسلسل او بدأ طرحها من خلال المشاكل اللي بتحدث مع المراهقين؟ هو حاجه من المسلسل اتكلم فيها هو عدم الاهتمام من الاهل والاب والام، ودي مشكله الاهالي بيشوفوا ان ده عادي، ايه يعني ما خلاص هو كبر بقى مستقل وبيعرف يذاكر لوحده، بيعرف ياكل نفسه ويغير لنفسه ويدخل حمام ويعمل كل حاجه، فانا خلاص انت ما انتش طفل فخلاص استقل بقى. ففي بعض الاهالي بينشغلوا في المرحله دي جدا، خصوصا ان المرحله بتاعه الطفل المراهق ده بتواكب بقى ازمه منتصف العمر عند الاب والام، فكل واحد فيهم حاسس ان العمر عدى على الولاد ويبتدي يدور بقى على انا عايز اعمل ايه جديد في حياتي، عايز ادور على الشغف بتاعي بتاع زمان، عايز ابدا اجدد في حياتي، فينشغل بنفسه اكتر بكتير ما ينشغل بالاسره اللي هو اصلا بداها واللي هو المفروض مسؤول عنها. شكل الاهتمام المطلوب في المرحله دي للولاد ايه؟ هو بيعرف ياكل نفسه ويلبس نفسه وكل حاجه، بس في اهتمام من نوع اخر مطلوب نقدمه للولاد، ان احنا نسمعهم ونديله وقت نسمعه فيه ونتواصل معاه خلال اليوم، ما يبقاش هو خلاص في الشارع خلاص هو في الشارع، واما يبقى يرجع نبقى نتكلم، لكن محتاجين نسمعه ونتفهم، ناخد رايه في حياتنا نفسها، ناخد رايه ايه رايك احنا هنجيب مثلا حاجه، ايه رايك نجيب كذا ولا كذا، طب اعمل سيرش كده وقول لنا رايك ايه، قول لنا اخر الاخبار ايه، يعني نبقى متواصلين معاه ونحترم رايه ونديله قيمه، فبالتالي هيبقى في تواصل كده معظم الوقت وهنهدي العند قوي. لكن بعض الاهالي بياخدوها على كرامته قوي، ان انت لا انا هاخد راي حته عيل، او هو بيتكلم معاه يبتدي يصطدم، فلا نشوف بقى مين فينا اللي هيمشي كلمته، فيبتدي الاب يكسر في الطفل جامد ويبتدي يعايره ان هو بيصرف عليه ويعايره ان انت قاعد معايا وهكذا. بس في هقف عندها، لانه في حالات الانفصال لما بيبقى في طلاق او الام في بيت والاب في بيت، النقطه دي بتبقى بتسهل على الولاد شويه، طب انا هروح اعيش عند بابا، او هو طب انا هروح اعيش عند ماما، فما بيبقى التحكم او التواصل مع الابن في السن ده اصعب بكتير. ايوه طبعا، ما الانفصال اصلا بيأثر على الاسره كلها، هيأثر على الولاد دول وهم اطفال، وهيأثر عليهم وهم مراهقين، فاحنا محتاجين لما يبقى في انفصال ان احنا نبقى يعني عاقلين بما يكفي ان مصلحه الولاد هي الاولويه، فمحتاجين ان حياتهم تبقى ثابته ويبقى في استقرار في حياتهم عشان حد يقدر يسيطر على الموقف، يبقى عارف داخلين امتى وخارجين امتى والامور ماشيه ازاي، مين اصحابهم بيعملوا ايه، لان معظم اللخبطه ومعظم الاندفاعيه موجوده في المرحله دي، فنلاقي ان يبتدوا يشربوا المواد المخدره في المرحله دي، اضطرابات الهويه الجنسيه تظهر في المرحله دي، لخبطه الافكار والانتماء للجماعات والحاجات دي كله بيظهر في هذه المرحله بالذات، لان هنا لسه الهويه ما اتحددتش وفي لخبطه، فاللي هيحتضنه ويديله الانتماء ويديله الحب ويديله الاحتواء هيروح معاه.